السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. بدون اطاله وكالعاده يلا نبداو. اذا سجل النجم المغربي اشرف حكيمي الحضور ديالو في التشكيله المثاليه لسنه 2022 واللي كشف عنها الاتحاد الدولي لكره القدم في حفل جوائز دو بيست الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس. واستطاع حكيمي كسب مكان مع أفضل لاعبي العالم في 2022 بفضل تألقه رفقة فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب المغربي في إنجاز غير مسبوق للكرة الإفريقية والعربية. وقال شيبو في تصريح لقناة بي إن سبورت: حكيمي يستحق أن يكون ضمن التشكيل المثالي، لقد قدم موسما رائعا وكان من النجوم البارزين في العالم. وأضاف قائلا: هذا الاختبار لم يفاجئني، نحن فخورون أن حكيمي يتواجد ضمن عمالقة الكرة وهذا يشرفنا كثيرا وأتمنى له المزيد من النجاح. وعلق ياسين بونو على تواجده ضمن أفضل 3 حراس مرمى في العالم لسنة 2022 وقال في تصريح لفضائية اون تايم سبورت: التواجد ضمن أفضل 3 حراس مرمى في العالم شرف كبير بالنسبة لي وشرف لكل العرب والأفارقة أيضا. وأضاف قائلا: التألق الكبير لمنتخب المغرب في كأس العالم الأخيرة يفتح الباب أمام العديد من اللاعبين العرب للتواجد في أفضل الأندية الأوروبية. وكان إيميليانو مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني قد توج بالجائزة لأفضل حارس مرمى في العالم. كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن فتاة كتبلغ من العمر 23 سنة تقدمت ببلاغ للشرطة بشأن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل اللاعب المغربي. وأضافت أن البلاغ تضمن أن أشرف حكيمي تحرش بها جنسيا في منزله. ولفتت الصحيفة إلا أن العلاقة بين نجم باريس سان جيرمان وصاحبة الدعوة بدأت بمحادثة عبر تطبيق انستغرام. وذكرت أن أشرف حكيمي استدعى الفتاة الفرنسية إلى منزله بعدما استأجر لها سيارة. وختمت الصحيفة تقريرها بأن الشرطة الفرنسية تحقق في الواقعة ولم يتم توجيه اتهامات حتى الآن للاعب المغربي ولم يصدر ناديه أي رد رسمي بشأن الواقعة. المهم الأصدقاء كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا بكل جديد. تلاقوا في فيديو محسن، إلى اللقاء.